معلومة على السريع. ال16th rest هي علامة من ضمن علامات السكتات وبتساوي quarter beat زيها زي ال16th note بالظبط. يعني هي ربع الquarter rest اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لما اشوفها ده معناه اني اوقف عزف لمدة quarter beat. ودي كانت معلومة على السريع رقم 11. لا تنسوش الفولو واللايك والشير. معلومة على السريع. الهول ريست هي علامة من ضمن علامات السكتات وبتساوي 4 beats زيها زي الهول نوت. أول ما أشوفها ده معناه إني هوقف عزف لمدة 4 beats. ودي كانت معلومة على السريع رقم 12. ما تنسوش الفولو واللايك والشير. معلومة على السريع. الهاف ريست هي علامة من ضمن علامات السكتات وبتساوي 2 beats زي الهاف نوت بالظبط. يعني نص الهول ريست اللي اتكلمنا عليها قبل كده. أول ما أشوفها قدامي ده معناه إني أوقف عزف لمدة 2 beats. ودي كانت معلومة على السريع رقم 13. ما تنسوش الفولو واللايك والشير. معلومة على السريع. شجر الليمون وشجر الليمون دبلان على أرضه. أغنية شجر الليمون هي أغنية من أحلى وأجمل أغاني محمد منير. كتبها عبد الرحيم منصور ولحنها أحمد منيب. أما بالنسبة للعزف والتوزيع فالتنفيذ كان على أعلى مستوى من فرقة يحيى خليل. الأغنية نزلت لأول مرة سنة 1981 وكانت الأغنية رقم 3 في ألبوم شبابيك. بعد عشرات السنين الأغنية بترجع تاني ترند بعد ما ظهرت بشكل قوي في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. وده بيبين قد ايه الاغنيه الحلوه بتعيش لسنين كتيره قوي. ودي كانت معلومه على السريع رقم 14. حلقه استثنائيه. ما تنسوش الفولو واللايك والشير. ازاي نقطة صغيرة ممكن تغير حسابات المزيكا كلها؟ معلومة على السريع. الدوتد نوت. وانا بقرا مزيكا اول ما اشوف نوت بعدها نقطة ده معناه اني هزود نص قيمتها. بمعنى لو انا عندي نوتة بتساوي 1 بيت واللي هي كورتر نوت يبقى انا كده هضيف نص يبقى النوتة بتساوي 1.5 مش 1. نفس الكلام في مثال تاني. لو انا عندي نوتة بتساوي 2 بيتس هاف نوت بعدها نقطة يبقى ده معناه إن النوتة هتساوي 3 بيتس. ودي كانت معلومة على السريع رقم 15. لو المعلومة عجبتكم وأفادتكم ما تنسوش الشير واللايك والفولو.